تخيلوا معي انه اول مره الانسان كيتعامل مع السلطه كيشوف الوجه القبيح ديال السلطه. كيفاش بغيتي تربي هذا المواطن اللي عنده 17 سنه ولا 16 سنه من هنا لواحد 10 سنين؟ كيفاش غيشوف الدوله بالنسبه ليه؟ لان الممثل ديال الدوله في الشارع هو البوليسي. نقدر ما نتفقش معك على حاجه واحده اللي هي اللي كتقول لي بان الحل هو الحوار. متفق معك، الحوار التطبيق ديالو، لان حنا كمغاربه ما نكذبش عليك تنطيروا في هادشي ديال الحوار المخططات الخماسي. انا بعدا مخطط كيفوت 3 سنين ما تنتيقش به. الانفجار الشعبي ماشي صدفة ولكن نتيجة تراكمات طويلة. دابا الا جينا نشوفوا بارابور ليكسبيريونس ديال هاد لي جون اللي دازو كاملين، كل واحد عنده استوار ديالو في شي دومين متعلق سواء بحياته الشخصيه سواء بحياته العمليه. يعني واحد التجربه اللي كتكون ماشي ناجحه شيئا ما. باغ اكزومبل عندي واحد الاخ ديالي من المعتقلين، هذا القصه ديالو غير كمثال لبزاف ديال الشباب اللي حتى هما عانوا نفس الظروف. يعني بزاف ديال الشباب اللي كل واحد والقصه ديالو، غير هما كيتشاركوا كاملين انهم كيعانيوا من واحد الظلم اجتماعي وما كايناش عداله. توفات لي الوالده ديالو في 2016 بسبب الرعايه الصحيه اللي كانت فاشله جدا، انها مثلا كيكون عندها كيعطيوها سكانر على 6 شهور في حين انها خصها دير سكانر في 24 ساعه حيت المرض ديالها كينتشر بالزربه. مشات الوقت، جاء 2022 جا الوالد ديالو مرض ديال القلب، هو اصلا عنده السكر وداكشي. نورمالمون الناس اللي عندهم المرضين بالقلب ما خصهمش يكونوا كيتمشاو بزاف، وخصوصا في الحياه في المراحل الاخيره ديالو المرض ديالو. توفى في 2022. هو نيت واحد الماتش تيران غادي يتعرض لواحد الضربه هنايا ياك من طرف الامن، غيضربوه هنايا وغادي يدير الحديد في اليد ديالو في هذه البلاصه هذه. الوغ دابا هذا الشيء كامل جينا نجمعوا هذا الشيء كامل، شحال هذا الدري هذا وخلاه فهمتيني، خلاه انه يطالب بالتغيير، يطالب بعداله، يطالب بصحه وتعليم، حتى هما الاساس ديال بناء المجتمع. ما طالب حتى شي حاجه. بالنسبه للدواعي ديال الخروج، انا في نظري بانه هاد شنو نقول لك، هاد 14 عام كامله كانت جميع المؤشرات ديال انه ينوض شي احتجاج موجوده. كان خاص فقط واحد الشراره اللي تنوض هاد العجاجه كامله. انا استغرب ماشي انه الاحتجاج بدا وخرج دابا، كنستغرب كيفاش تعطل حتى لدابا. لانه فعلا ملي كنهضروا على جميع الارقام اللي كتخص الشباب تنشوفوا بانه هذه الفئه اللي تقريبا اللي هضرنا على جيل زاد، تقريبا في المغرب واحد 26% ديال الشباب من جيل زاد اللي كنهضروا على من 97 حتى 2012 هما الاكثر تضررا من جميع الارقام اللي كنشوف. لا هضرنا على البطاله كنلقاو 47% ديال الشباب في البطاله. لا هضرنا على الشباب الذين لا يمارسون اي نشاط لا من الدراسه لا من التكوين لا من شغل، غنلقاو على الاقل واحد 4 المليون، وهادو دراسات ديال المؤسسات ديال الدوله ما جايبهاش من راسي. وبالتالي هاد المؤشرات كامله كتقول لنا بانه راه حنا واحد النهار غنخرجوا في الحيط. للاسف الدوله ما التقطتش الاشاره، وحنا كنشوفوا الوضع فين ولا الان. لذلك انا كنشوف بان الاحتجاجات اليوم مشروعه و يعني خدات ما يكفي من الوقت باش تنضج. لذلك شفنا هذا التحرك اللي البعض كيقولوا انه مفاجئ، في الحقيقه هو غير مفاجئ. وكانت النقطه التي افاضت الكاس هي الخروج الاعلامي ديال وزير الصحه اللي قال لهم بغيتوا حقكم خرجوا احتجوا عليه. وحنا دابا كنشوفوا الشباب اللي كيشوفوا الواقع ديالهم والمستقبل ديالهم مظلم، كنشوفوا من القدام ما كاينش واحد الفيزيون، ما كتبان لك الضبابيه شامله فهمتيني، لا في القطاع ديال الصحه لا في القطاع ديال التعليم. ملي كيكون واحد مسؤول هو اللي مسؤول على القطاع، انت اللي كتخرج تهضر عليه تيقول لك خرج احتج. حنا كنشوفوا الشباب دابا اللي كما كنقولوا قطره قطره كيحمل كيفيض الكاس، هو الكاس فاض دابا. انا متفق معكم هذه القضيه اللي قلتوا، متفق معك. المصداقيه والشرعيه ديال المطالبه بهذه الحقوق اللي كاينه دابا ماشي ديال دابا. الانسان غادي يمشي غلط الا كان كيقول بان هذا الشيء ديال دابا والناس ناضوا يهضروا، لان كاينه مشاكل انيه. المشاكل في هذا الدومين حنا ناخذوا غير الامس القريب، ما نرجعوش بزاف فوقاش خرجوا الاساتذه والمعلمين داروا احتجاجات وتا هما تعرضوا للقمع والضرب وكذا وكذا. كانوا كيهضروا على الوضعيه ديال التعليم في المغرب بانها غدا للهاويه، وما سمع لهم حتى شي واحد. قطاع الصحه اللي هو ثاني مطلب اساسي دابا ديال جنزاد،
حتى هو كانوا خرجوا اطباء وخرجوا صيادله وخرجوا طلبه ديال الطب تيقولوا بان راه المشاكل اللي كاينين في السبيطار ما عندها حتى شي علاقه بالاطر الطبيه. كاينين مشاكل في قطاع الطب ديال الاطر، ما غاديش نكروا هادشي، ولكن المشكل ديال التدبير وديال من الاساسيات. ما كاينش ماتريال في السبيطارات، السبيطارات قلال بالنسبه للبوبولاسيون اللي كاينه موجوده في ديك المنطقه، ما كاينش المواعيد كما قال السيد الناس، كاين المواعيد على 6 شهور على 7 شهور. كل طبيب شحال عنده من واحد الاحصائيه كتخلع ان كيقولوا 1000 شخص لطبيب واحد، يعني كل طبيب ل 1000 شخص. هذه احصائيه كارثيه 100%. متفق معك، انا ما عنديش لو شيفر اكزاكت، ولكن راه فريمون لي ستاتيستيك كارثيين. كل طبيب كيجيري واحد لا بوبولاسيون اللي هي كثيره على داكشي اللي خصو يجيريه نورمالمون، كو سوا في سيكتور بوبليك ولا في سيكتور بريفي. كما قلتي السيده عندها سرطان اللي هو واحد المرض مزمن، ومرض اللي هو كنعتبروا بانه استعجالي، وتتمشي رونديفو على 6 شهور 7 شهور فوقاش غتبدا التريتمون ديالها. بزاف ديال النقاط خلاو ان الناس وقع واحد الكومول ديال بزاف المشاكل في بزاف القطاعات. وكنرجع لداكشي اللي قلتي، كيفاش كيكون المؤشر ديال التطور ديال واحد الدوله. تعتبر التطور ديال الدوله بالصحه وبالتعليم وبالشغل، ثلاثه ديال لي برينسيبون فادير فاكتور عندنا فيهم حتى شي واحد للاسف. عندنا نسبه البطاله كبيره، وعندنا شغل غير متواجد بالنسبه للفئه ديال الشباب اللي هما نورمالمون قادرين يعطيو ما لاقينش فاش يعطيو. وعندنا الصحه متدهوره لا في لي ستركتور لا في الموارد البشريه، لان ما كيقول لك بعدا بغيت نمرر واحد الميساج باش ما تكونش مغالطه، ما كاينش خصاص في الاطباء حيت الاطباء ما متخرجينش. بزاف ديال التخرج كاين بزاف ديال الاطباء كيتخرجوا، ولكن مناصب الشغل توفير مناصب الشغل باسكو سي ان بوست بيدجيتير خصهم يخرجوا لي فلوسو ما تيحلوهمش للناس. دونك ما يمكنش كيولي خصاص. التعليم لا ميم شوز. الا رجعنا لي جينيراسيون قدام، لي جينيراسيون ديال والدينا كلهم قراو في المدارس ديال المخزن. كان المخزن تيفورمي، كانوا الناس تيمشيو للبريفي ملي ما كيقدرش انه ينجح في البوبليك ولا ملي تيتجرى عليه من المدرسه ديال المخزن. دابا الايه تقلبات، ولات لا فورماسيون كاينه في مدارس ديال البريفي، والبوبليك غادي في التدهور. تيخواو المدارس، كاينين مدارس اللي خاويين، مدارس تريبوا داروا في بلاصتهم حوايج اخرين، وهذا الشيء راه لا يبشر بخير. وسي لا ميم شوز حتى في الدوله، الناس السبيطارات ما بقاش فيهم ماتريال، ما فيهمش الطبيب كيمشيو للبريفي. غنكمل على اللي قالوا الشباب، انهم تراكمات، كل واحد عنده معاناه شخصيه، ولكن دائما كاينين نقاط مشتركه بين كاع الشباب اللي خرجوا اليوم، كسوا في الصحه، كسوا في التعليم، كسوا في الشغل. ما يمكنش واحد الانسان تخرج قرا تعب ما عندوش منصب ديال الشغل. كيولي الحل انه يمشي للبريفي، ولكن واش البريفي هو الحل؟ علاش الدوله ما تحملش المسؤوليه ديالها وتوفر مناصب ديال الشغل كسوا باش يقادوا ميادين اللي مهمه بحال التطبيب؟ ما يمكنش انه انا مريض اليوم ما نقدرش نمشي للسبيطار ديال الدوله، خاصني ضروري باش انني نحط فلوس ونحط جهد باش انني نمشي للبريفي. علاش الدوله ما تحملش المسؤوليه ديالها؟ دعوة الخروج انتشرت بسرعة وبوسائل بسيطة. الو غادي ما كانتش دعوه، كان شوا ديال دي جون اللي بغاو يخرجوا يهضروا على حقهم. حيت الا قلنا دعوه غنقولوا كاين واحد الطرف اللي كان كيصيفط دي زانفيتاسيون والناس لا ما كايناش هاد الهضره هادي. الناس خرجوا انطلاقا من دي فيديو مؤخرا اللي كما كلشي شاف اكادير، كانت مظاهره ل 21 كما كيتسمى مستشفى الموت اللي ماتوا فيه بزاف ديال الناس بسبب زعما كان واحد كيفاش غادي نقول لك اهمال صحي اكزاكتومون. كان اهمال صحي من طرف واحد الناس. كان ما عمرنيش انا شي مستشفى صراحه ما فيهش مدير، ما كاينش مستشفى ما كاينش اللي غيسيروا، ما فيش اطباء، الناس كيموتوا قدام الباب. وشفنا دي فيديو اللي خرجوا للسوشيال ميديا، هذوك هما اللي حركوا لي جون باش يخرجوا يهضروا. الوغ ملي كانت هذيك لو 21 كانت هذيك الاحتجاج او المظاهره ديال الشباب اللي خرجوا هضروا على وديه الصحه ولا مستشفى الموت، لي جون هذاك الشيء كيضرب في الخاطر صراحه. راه الناس كاملين يكونوا متفقين معايا والدراري اللي يكونوا متفقين معايا، داك الشيء كيضرب في الخاطر. سكيفي ملي تلاحوا دوك لي فيديو من اكادير ولينا كنشوفوا كل مدينه كيبوستاو الفيديو ديالها في واحد السبيطار فلاني اللي كنشوفوا الاهمال الصحي ما كاينش غير في مدينه وحده، كاين بارتو او ماروك. هذا مشكل كبير. ديكون الناس ولاو تيخرجوا، ما كانش غير دي كومونتير ديال الناس حنا خصنا نخرجوا، ما كايناش جهه محدده او جهه معينه اللي كانت كتلوح لي زانفيتاسيون للناس باش يخرجوا. دونك هذا كان شوا ديال لي جون. انا كنعتقد باللي من ضمن الاشياء اللي السلطه علاش تعاطات بارتباك شديد مع المظاهرات هو الوسائل اللي اعتمدوا عليها الشباب ديال الجيل زاد.
خاصنا نعرفوا بانه واخا كيبان هذا الشيء ساهل بالنسبه للشباب ديال انه الديسكورد واحد لابليكاسيون معروفه الى اخره، راه بالنسبه للناس اللي كبار شويه واللي نعتقد بانني انا ماشي من جيل زاد، راه كيبان لي ديسكورد بطبيعه الحال واحد الحاجه اللي ما مالوفاش بالنسبه لي. انا النداء قريته في الفيسبوك، انا باقي انسان فيسبوكي، وبالتالي حتى السلطه لا زالت تفكر بعقليه ماضويه قديمه واحد شويه، وبالتالي تفاجات لان لابليكاسيون ديال ديسكورد تتيح ما لا يتيحه باقي مواقع التواصل الاجتماعي. عندك واحد الغرفه سيرفر كتقولوا لي ياك، سيرفر كتجتمعوا فيه، صوت كذا الى اخره، الادوار في اخذ الكلمه الى اخره، تنسيق. يعني الناس الكبار شويه اللي متحكمين في السلطه فوجئوا من هذه الطرق الجديده الرقميه اللي تناولها، اللي من خلالها عبر جيل زاد على رغبته في الخروج الى الشارع. وما نساوش بانه كانت تجربه شبه مماثله في 20 فبراير، لكن 20 فبراير اقتصرت فقط على الفيسبوك. غير الفرق انه المفاجئ هنايا هو انه ما كاينش شي منظمه ولا ما كاينش شي صح. اورغانيزاسيون. لا انا غنهضر على الفروق. كاين فروق كثيره ما بين جيل 20 فبراير وجيل زاد، كاين فروق كثيره. انا كنهضر لك على الوسيله اللي استخدمتها جيل زاد باش انها تدعو الناس الى الخروج، وبالتالي تنعتقد بانه وفقوا يعني بشكل كبير في انهم يكونوا على درايه كبيره بكل ما هو رقمي. ما نساوش واحد الابداع داروه صراحه، هو يعني ما كنرفضوه، لكن بالنسبه للسلطه تفاجات به، اللي هو دوك لي ماشين ديال كاس افريقيا. كيفاش وخاصك تشوفوا باش تعرفوا السلطه مرتبكه كيفاش تعاملوا معاه، يعني ما تعاملوش معاه غطوه بكرتون. وبالتالي هذا الجيل هذا كيوظف اساليب ابداعيه. من الاخر هذا الجيل يستعرض، كيقدم واحد الاستعراض، احسن استعراض داز في هذه 14 سنه الاخيره. في هذا الصدد حمزه اللي سمحتي لي، هذاك الميساج نيت كان فيه واحد الميساج زوين اللي داز ديفوزا في الشمال، من غير الميساج اللي كان ديفوزا في الدار البيضاء، اللي تكتبوا فيه المطالب، تكتبوا فيه لا للفساد، نعم للمحاسبه، كذا كذا، كما قلتي طرق ديال الابداع. انا معك في لا ميم جينيراسيون، حنا حضرنا حنا جيل اكس، حضرنا هادشي اللي وقع. انا شفت لو تريك في تيليجرام كنت كنشوف فيه بعض المرات دي ميساج ولا هذا، ولكن ماشي في هذا الدومين. مي هما شرحوا لنا، قال لك فوالا راه شنو واقع. كنرجع لو بوين اللي قال الاخ، سيتي من مورا المشكل اللي وقع في اكادير. اول واحد يلفا رياجير السبيطار، الاطباء، الاطر الصحيه يفون رياجير، الناس ديال اكادير قال لك راه هادشي راه بصح، راه شنو واقع. حنا كنضامنوا من المدن الاخرين، كنقول لهم راه هادشي اللي شفتوه في اكادير راه واحد شويه من بزاف، راه ما خافيه كان اعظم. كنهضروا على واحد المنطقه اللي كما بغى يكون الحال صغر من المنطقه ديال الدار البيضاء ولا ديال الرباط ولا ديال مراكش مثلا. يعني الا كان هذيك ديجا وفيها واحد المشكل، راه مشاكل كبيره كاين في مدن اخرين. وناضوا الناس بداو تيهضروا، كل واحد كيبارطاجي ليكسبيريونس ديالو مع شنو وقع. انا راه مثلا كنت دو غارد في بلاصه فلانيه وراه شنو وقع ليا، ما عنديش ماتريال، دخلت في مشانات مع الناس اللي جاو ما تيتفهموش. ملي كيمشي للاداره وتعطي رونديفو كما قال الاخ على 6 شهور ولا 8 شهور، تيرجع عند الطبيب تيغوت عليه تيقول لي حتى كيفاش، كيقول لي راه بحالي بحالك، راه الاداره. شكون اللي مسؤول على الاداره؟ الوزاره الوصيه، وزاره الصحه، وزاره وكبرت القضيه تفاقم الوضع. باش نرجعوا للسؤال اللي قلنا نيت قبيله، راه هادشي اللي خلى ان القضيه تفيض. بوتيتر انا ما كنقولش بان نقطه الانطلاق كانت هي المشكل اللي وقع في اكادير، كما تقدر تكون هذيك هي نقطه الانطلاق اللي خلات بزاف الناس يبارطاجيو المشاكل ديال الصحه. وبغيت ناكد على هذه القضيه بانها ماشي من شي جهه، ماشي حراك، ماشي واحد كما قلتي انت قبيله وتو لا تري بيان اكسبليكي، ماشي بحال داكشي اللي وقع شحال هادي. المطالبات اللي كانوا ديال 20 فبراير تكون مشروعه ولا ما تكونش مشروعه، سي ان تروك اللي داز، ولكن كانت واحد الجهه اللي متحكمه فيه. هنايا جينيراسيون كدوي في كل شيء، كيتجمعوا في ديسكورد، يقدروا يتجمعوا على الجيمين كما يقدروا يتجمعوا على حاجه اخرى. قالوا خصنا ندويو على هادشي، نخرجوا ندويو فوقاش نهار فلان فلاني. لا بروف التجمعات اللي داروا النهار الاول ما كانش تجمع وطني، المغرب كله خرج في نفس الوقت. النهار الثاني فين الناس خرجوا على قبل داكشي اللي وقع النهار الاول. مزيان، هذا الحراك ما كانش شحال هادي كنتي كتنظم مسيره وكتنظم وقفه وتدعي ليها نتايا على مطالب ديالك. كيهضروا على الاوضاع اون جينيرال، كيهضروا على شي حاجه كتقيس عموم الشعب، ماشي بالضروره يكون طبيب ولا يكون استاذ ولا يكون انجينيور، ولكن هو مواطن مغربي من حقه انه يمشي للسبيطار في اي وقت بغى، في اي وقت محتاج انه يدخل للسبيطار ويلقى اجهزه ويلقى اطر
لا ماشي تكافؤ، ولكن يكونوا كافيين. راه بعض المرات كتمشي لميريزكو كتلقى طبيب واحد هو اللي في لا بيرمانونس، على هذاك الطبيب واحد شحال غيجير ديال الناس. يلا هادشي اللي قلنا. في التعليم كتلقى استاذ كيقري 45 طفل. كيفاش هذوك الدراري اللي عندهم، هذوك الوليدات اللي عندهم ديسلكسي واللي عندهم صعوبات معرفيه، كيفاش غيقدروا يستوعبوا داكشي اللي كيقول الاستاذ وهو كيمشي في الجينيرال، كيمشي بانه راه كلشي فاهمه. 45 بزاف. اسمح لي قاطعتك اضافه على هادشي اللي قالت الاخت. المنهجيه التعليميه حتى هي راه فاشله، وهذه كيفاش انت غتقري 45 واحد بواحد المنهجيه اللي تكليخيه اونتر بارونتيز، كيفاش بغيتي هاد الناس يقراو؟ الدري صغير كيتم غادي يهز الشكاره ديالو فيها 90,000 كتاب، كيفاش غيطلع الدري كيبقى لاصق في الارض كنمشيو على عقلو كيبقى المبدا ديال هادشي اللي كاين. بضاعتنا ردت الينا. الصحه والتعليم هما اساس هذا المشكل هذا، هما الاساس اللي ما مخليش الشباب يزيد القدام. عندنا بزاف ديال الشباب كرياتيف. قالوا واحد النقطه قبيله، هما انهم هاكاو هذيك لا ماشين ديال هذيك تبغي نهضر على هاد النقطه يا سيدي. تخيل معايا كون شديتي هذا الولد هذا ياك وكادريتيه في الطريق الصحيحه، كون شديتيه وعطيتيه تعليم مزيان وكادريتيه في الطريق الصحيحه، خصك تستافد من الذكاء ديالو، ماشي تبقى مع الذكاء ديالو. فهمتيني؟ فعلا. هما ثاني حاجه خرجوا سلميين ياك وتعرضوا للعنف، والعنف ديما كتكون الريزلت ديالو العنف. فهمتيني؟ حنا ضد العنف، حنا كدي جون حنا ضد العنف. حنا العنف ديما كنعرفوا باللي العنف ما كيجيب حتى شي نتيجه، الحوار هو اللي كيجيب النتيجه. نقدر ما نتفقش معك على حاجه واحده اللي هي سيدي اللي كتقول لي بان الحل هو الحوار. متفق معك، الحوار والتطبيق ديالو، لان حنا كمغاربه ما نكذبش عليك تنطيروا في هادشي ديال الحوار المخططات الخماسيه. انا بعدا مخطط كيفوت 3 سنين ما تنتيقش به، حيت بعدا غا لوجيكمون ما يمكنش. واحد الحكومه عندها واحد الموندا في 4 سنين كتعطيك مخطط خماسي، تقدر هي ما تكونش في الموندا الجاي باش تطبقه. كيجي الاخر تيقول لك لا انا ما متفقش على هاد الافكار، انا غندير مخطط رباعي ديالي بداه في العام الثاني ديال الموندا ديالو، تيجي الموندا الاخر. شوف الحوار عينا من الحوار، انا متفق معك جوسكو بوين ديال الحوار، ولكن الحوار ملي نجلسوا في الطاوله ونقول لك هما الحلول اللي كنقترح، التطبيق ديالهم في ارض الواقع ما تيتطبقوش في ارض الواقع والو. تتقول لك غنديروا فوقاش ما كاينينش لي دات، ما كايناش ديدلاين، وحتى يحن الله. وواحد القضيه بغيت نسولكم حنا كاملين جالسين، علاش هذا الحراك مشى للصحه والتعليم بالضبط؟ حيت هما اللي واكلين الدق في هذا هو المال. المحرك الاساسي تو ديال الدول. سامبلومون. هذه متفق معك، من غير على انه محرك اساسي. لا ربما شي حاجة أخرى. لانه هادو جوج قطاعات حيويه كتمس اكبر شريحه من المجتمع. هي اللي كتجمعنا كاملين. دابا حنا كل واحد فينا في الدومين ديالو، ولكن كاملين قرينا ولا كاملين قرينا حتى لواحد المستوى. كاع الا كان شي واحد ما مسكش عليه الله وما كملش القرايه ديالو، قرا واحد المستويات قبل ما يخرج. مثلا الا كان خرج كلنا مرضنا واحد الوقت، كسوا استعملنا السبيطارات ديال الدوله ولا ديال البريف. واش شي واحد فينا في هذيك المده نهضروا على الصحه اللي مشى لشي سبيطار وكانت عنده اكسبيريونس زوينه؟ دابا حنا فين نديروا حنايا في هاد الناس اللي كاين سواء في الخاص لا سواء في العام، فاش ما مشيتي بجوج. ما كاينش شي واحد المينيموم حتى الا كانوا عنده دي زيكسبيريونس ديزو عاديين، ضروري عنده واحد ليكسبيريونس خايبه، هي ديال التاجيل ولا ديال الوقت ولا لا دات اللي عطاوه، هي ديال انه ما تعاملوش معاه مزيان، هي تعطل بوغ لا بريزون شارج ديالو وطريقه العنايه اصلا فوالا. الماتيريال يحسبوا عليه شي فلوس ما هادشي اللي كاينينش، كاين. هي الماتيريال ما كانش، هي تسنى بزاف، هي هذه. تعامل السلطات والإعلام كان مفاجئ وقاسي. الشباب تفاجأ من السلطات كيفاش تعاملوا معاهم، وانا غادي نقول العكس. حتى السلطات يمكن ترى تما فيهم جيل زاد، حيت السلطه راه ماشي كلهم رجال كبار، يلاه شي وحدين يلاه شحال 25 عام 24 عام فوالا دي جون، حتى هما تفاجئوا من داك الشيء. دونك اصلا بكثره ما تفاجئوا داخو ما بقاوش عارفين، ولاو كيعتقلوا اي واحد اللي دار واللي ما دارش بكثره شدوا ما موالفينش، عمرهم شافوا هكاك. ما هما تما راه من الجينيراسيون زاد نورمالمون كانوا خصهم يكونوا معنا في المظاهرات، ولكن حيت اوامر جايين من الفوق دونك داخو مطالب فوالا. دونك داخو ولا كيجيك انت غيتي غيشدك غيطلعك للصافيط، كتجوي مع الصحافه غيشدك غيطلعك للصافيط. دونك فهمتي ما عرفتش زعما داكشي منين جاي ديال انهم جي انت قدام الصحافه ما تهضرش مع الصحافه، رغم انه واش كيقولوا قدام الصحافه ما عمري وقلاش ما سمعت شي تصريح ديال شي واحد قال باللي بغينا نديروا صحه تعليم عداله حريه كرامه. هادشي اللي كتسمع. دونك شنو زعما الدافع اللي خليك انك تعتقل واحد اللي كيطلب بالصحه وداك الشيء، رغم انه راك انت اللي بوليسي ولا قاضي ولا محامي ولا شنو داك الشيء، انت راه كتمشي معايا للسبيطار، نفس السبيطار اللي كنداوي فيه انا كداوي فيه انت، الا كان كيزدوا لهادو لفرنسا وداك الشيء. وهذا مشكل اخر
حيت انا راه خصني نداوي في المغرب. انت اللي قاضي عندك فلوس راه خاصك تكون كداوي في المغرب، ماشي انت عارف ان منظومه الصحه راه كيف ما فوالا فاشله. انا زد ولدي ندير فرنسا، لا خاصك تخرج تهضر باش انا ما نبقاش نخسر فلوس في بلاصه بعيده. هنايا نداوي هنا وباثمنه اللي تكون عاوتاني بلا ما نهضروا على الاثمنه ديال الدوايات والاثمنه ديال داكشي وبشحال كيدخلوا للمغرب فوالا كاين بزاف د الحوايج. انا من الناس اللي تعتقلوا ما قلت حتى شي حاجه مع الناس اللي كنطالبوا الشعب يريد اسقاط الفساد، كنطالبوا بصحه تعليم، حتى كنتفاجئ انني كنتجر اشنو داير هادشي الطريقه باش كيتعامل معاك كانك راك عدو ديالو، رغم انك نتايا راك انت كتهضر عليه وعليك. تعتقل شي حاجه قلتي في صحه وتعليم كتلقى راسك تقدمتي امام وكيل الملك ودوزتي عند قضيه التحقيق وكدوز الايداع. هادشي هذه كنهضر على كنهضر على 18 شخص اللي تشدوهم، 24 شخص خرجوا بقاو 18. بين هاد الاشخاص هادو الاخ ديالي، ولكن انا ما غنهضرش على الاخ ديالي بطريقه شخصيه حيت دوك 18 كاملين كيف قلت لكم قبيله خوتي. خرج قال لك صحه وتعليم، دوزتي في قضيه التحقيق دابا في عكاشه، هما كاملين دي بروفيل. يعني كاينين الناس اللي غادي يفقدوا الخدمه ديالهم، ومنهم الاخ ديالي غيفقد الخدمه ديالو واحد 48 ساعه بلا جوستيف ابوندونمون دو بوست، يعني غادي تجري عليه، غادي تجري على واحد حيت قال لك انا بغيت صحه وتعليم. وفي حين ان هادو اللي خارجين دابا هادو اللي مشدودين راهم ماشي الدوله اللي موفره لهم هادشي هذا، ولكن موفرين راسهم هادشي هذا. عشان اخويا خدام مع شركه انترناسيونال ياك، هي اللي كتعطيه الصالير وهي اللي موفره ليه لا ميشوال ديالو، هي اللي موفره ليه زعما جميع الشروط ديالو، فهمتيني. وهو خرج كيهضر بالصفه ديال الناس الاخرين. هذه دابا هذه نقطه القوه ديال الجين زد، هو انهم ما كيهضروش بانانيه، ما كيهضروش بديك لغه الانا، كيهضروا بديك اللغه ديال هذا المشكل هذا كيعمنا جميعا. النقطه المشتركه اللي كنعنيو منها كاملين هو الصحه والتعليم، زعما جوج نقاط مهمين بزاف. الدراري هادو دابا اللي مشدودين دابا وتقدر دير لهم الجلسه ديالهم حتى شهر، الجلسه الجايه مثلا تقدر تكون عنده على شهر حتى الاخر ديال شهر 10 مثلا، غيبقى شهر مشدود في عكاشه، شهر في عكاشه. كيفاش غادي يخرج؟ كيفاش غادي يكون العقل ديالو مورا ما غادي يخرج؟ بطبيعه الحال غادي ياثر عليه داك الحبس ديالو. حنا في الكونفينمون كان البشر غادي تصدق، كلشي جاو والطبيب ديالنا غادي يوضح لنا هذه النقطه هذه ديال الناس، المشاكل التبعات ديال كورونا على الناس اللي تكونفينمون. واش خلينا انت في الحبس؟ التبعات النفسيه كتكون في كل شيء. التبعه النفسيه ديال هذه الواقعه غادي تبقى العصور وعصور، كما قلنا لديك البنت الصغيره مسكينه كيفاش غادي تعيش. هادشي غادي تورخ مشكله، غادي يكون صعيب باش انك تحيد لي تروما اللي غيكونوا على عند هاد الناس. وباش نجاوب على السؤال اللي قلتي واش هادشي كان مفاجئ، انا بالنسبه لي نهضر على راسي، بوتيتر كو السلطات ما خداوهاش، ايزون با بري سا او سيريو في الاول. حيت انا نهضر على راسي، انا ملي شفت لي تريك تنقول الناس غادي يطالبوا بواحد الحقوق اللي هما باينين. شحال ديال الفئه اللي غادي تكون، فهمتيني؟ ادوا براهش سي صا ادوا براهش. ولكن شوف كان تنزيل امني، ولكن تنزيل امني لاحظت في الفيديوهات ومن داكشي اللي شفت فاش كنت دايز كان قليل في الاول. وملي شافوا بان فريمون القضيه الناس كثار وتيهضروا بزاف ومستعدين انهم يبقاو لساعات وما واقفين تينفذوا بالمطالب ديالهم، عاد كان واحد ردة الفعل. هذيك ردة الفعل جوبونس هي اللي كان فيها المشكل، لان السلطات تفاجئوا كما قلتوا قبيله، تفاجئوا بلومبلور ديال لا سيتوياسيون. التعامل ما كانش مزيان لان ما كايناش واحد الخط واضح ديال انني غادي نعتقلك لهذا السبب. كما قال الاخ كبيره، بنادم بدون سبب تعتقل. انايا ما عنديش تعليمات باغ اكزومبل، ولا عندي تعليمات انني خصني نعتقل الناس باش نخلع، باش ندير بو امبورط، ما نقولوش شي حاجه اللي حنا متاكدينش منها. ولكن خصو يكون عندك واحد ليليمون الوحيد اللي كان كيجمع ما بين دوك الناس، لانك باغ ديفو ما عارفش علاش غتشدو. لا اللي كيدوي مع شي منبر اعلامي، حيت دابا كاين بزاف د الناس، علاش غنعزل هذا وماشي هذا وماشي هذا وماشي هذا اللي بان لي واقف مورا شي ميكرو تنهزو، ولا عندي واحد بوان كومان. حيت كاع لي فيديو كنشوفوا الناس اللي تهزوا كانوا اللي كيتهزوا سوا واقف سوا غادي، ولكن اي واحد تمد ليه الميكرو تيتهز. اي واحد حتى وليت كنشوف واحد الفيديو الصباح انا ضحكاتني زعما، كنقولوا ضحكاتني زعما سي ان غون مو، لا سيتوياسيون تتكعي. ولكن الكوميديا السوداء ديال واحد السيد واقف تيعطي تصرف تيقول لهم حضيو معايا الدراري، يكون شي واحد الله تيقول لهم الدراري شي واحد ما يوقف ورايا تيدور عند صحابو كيقول لي حضي انت من هنا، حضي انت من هنا، باش ما تقدرش اصاحبي تقول تصريح. وكنقولوا الحق صاحبي في التعبير، غادي توقف تقول بغينا سبيطارات يكونوا مزيانين، بغينا التعليم، بغينا حاضي من هنا وحاضي من هنا، وحضي معايا خويا ياسين، وحضي معايا حمزه، وحضي معايا نعمان، وحضي مالنا صاحبي. ما تقدرش توقف تمارس حق من الحقوق اللي كيضمنها لك الدستور ديال انك توقف تعبر عن الراي ديالك، ما مخرب، ما كتغوت، ما تتهلل، ما نعتي صفه، ما درتي تصرف نابي، ما كدير اخلاء بالحياء العام، واقف كتهضر حاضي مع جنابك. شوف هذه سيتي اون رياكسيون
الناس ما كانوش متوقعينها. انا بالنسبه والاعلام باش نهضر بصفه عامه، الاعلام ديالنا والو. حتى شي واحد شوف بغينا نقولوا شنو هي لا رياكسيون ديال الاعلام اللي كانت، ما كانتش رياكسيون. بالنسبه لي الاعلام الحقيقه انا كنت اتمنى غير يتعامل بمهنيه مع الوضع. اما داك الشيء انه ينحاز للحقوق المشروعه هذيك حلم بعيد المنال، بعيد بزاف. او دي غير تعامل بمهنيه اللي ولينا كنشوفوا الان بعض المنابر ماشي كل شيء تحرض على هاد الشباب وكتنقل صور مغلوطه، منها قضيه العنف. حنا كنشوفوا الاجتماعات في ديسكورد كاين اجماع من طرف الشباب على ان العنف مرفوض، ولكن كنشوفوا بعض المنابر، بعض الحسابات الشهيره في الفيسبوك وانستغرام تتروج على اساس ان الاصل في هاد الشباب هو انهم مخربين، والواقع هو انه العكس. هاد الشباب خارجين ويرددون القضيه سلميه وكذا الى اخره. علاش؟ باش يقول لك هذه رساله، حنا شباب خارجين نطالبوا بحقوقنا وما ناويينش، ما عندناش نيه مبيته ان نضروا حتى جهه، لا مؤسسه في الدوله ولا المحلات ولا السيارات ولا كذا ولا كذا ولا كذا. اما قضيه ديال السلطات، قضيه تعامل السلطات هذه خاصة نهضروا عليها في مقاربة العنف. ملي نهضروا على العنف اللي وقع للاسف هاد اليومين، علاش ديما كنهضروا فقط على العنف من طرف المشاركين في التظاهرات في الوقفات؟ علاش ما نهضروش على العنف اللي كان هو الفعل؟ لان العنف اللي داروه الشباب او بعض الشباب المغرر بهم للاسف كان مجرد ردة فعل. العنف الاصلي هو اللي دارته السلطه بالاساس، لان المسؤول على السلميه ديال الاحتجاجات جوج ديال الاطراف ماشي طرف واحد، السلطه والمحتج. عاد باش كتجي المسؤوليه ديال الاسره الى اخره، المسؤوليه بعد، ولكن المسؤوليه المباشره السلطه خاصها ما تعنفش اللي ما عرفش تتعامل مع الوضع، والمحتج خاصو ما يستخدمش العنف. حنا شفنا في الاول ما كاين لا عنف لا والو. ملي كيتدخل السلطه بطريقه همجيه وبطريقه مريعه وداكشي كيخلع صراحه. شفنا الدري تقطع عليه رجليه في وجده، شفنا دراري الدمايات الى اخره. فطبيعي جدا انت كتهضر مع واحد الجيل اللي باقي فيه واحد الحماسه شاعله. الشيء لنفترض ان ديك التخريب اللي وقع عن حسن النيه، يعني الشاب ما كانش باغي يخرب ولكن اضطر انه يخرب، راه اللي جينا حللناه نفسيا راه تتعامل مع واحد الانسان، واحد المراهق اللي ادنى تصرف ما غيعجبوش منك غادي يستفزو، وبالتالي انت كتسول، كتجي واحد كتصرف وانت تقول ليه علاش كترد عليا. وبالتالي علاش انا قلت في البدايه بان التعامل ديال المخزن تعامل محيمر حاشاكم، يعني اسمحوا لي هذه العباره واش ممكن تدوز، ولكن تعامل مكلخ ساذج. وزعما انت المخزن عندك واحد 4 ديال القرون ديال التجربه والى اخره، وتجي عند شباب صغيور يدوخوك، تخليهم يحتجوا. شي نقول لكم واحد القضيه، لو خلاهم يغوتوا تيعياو ويمشيو، شي نقول لك واحد القضيه، النهار الاول كون احتجوا وما كانش تدخل، كان البوليس غير محوط المكان مثلا غير باش يحميهم، كون على يقين الحد يخرجوا قل من اللي يخرجوا نهار السبت. اثنين حتى واحد ما يخرج، غيبقاو يدومونديو غير الحوار. ولكن شي نقول لك، راه الارتفاع ديال الحده ديال هذه الاحتجاجات راهين ردة الفعل ديال السلطه. كل ما زادت السلطه العنف، كل ما الله يسر غنشوفوا اشكال جديده. شوف، وهذا الجيل راه مبدع تبارك الله في العنف، راه غنشوفوا اشكال. انا كنقول هذا الشيء وكنقوله بشكل مؤسف، يعني انا كنرفض العنف، ولكن انا تنقول شنو هي الدواعي والاسباب النفسيه اللي خلات هذاك الشاب يستخدم العنف. وانا اقول بان كاين حتى الاطروحه ديال انه الشباب اللي خربوا اللي داروا الشغب هم ما كانوش في التظاهرات. انا كنميل، لانني كنشوف الناس اللي منظمين هذا الشيء في ديسكورد تيقولوا حنا ماشي مع العنف. اذا كيف يعقل انت في ديسكورد تقول لي ماشي مع العنف وتسبيها فيه في الواقع؟ اذا انا كنعتقد بان كاين شي خلل تما، شي حاجه غير مفهومه، شي حاجه ما قابطاش. بعوجه حمزه نقول لك واحد القضيه واسمح لي، ملي جبتي هذه النقطه مهمه بزاف. اليوم شنو كان في المنابر الاعلاميه؟ كنهضروا على شنو؟ هضروا على عدد ديال السلطات اللي بليسي، نقول لك العدد اللي تضربوا بالحجر وكذا وكذا. عطاو دي ستاتيستيك، عطاو العدد، عطاو لو نومبر ديال المركبات اللي تحرقات ولا اللي تخربات، عطاو لو نومبر ديال الناس اللي قال لك في حالات خطيره، النومبر ديال المنشات اللي تخربوا، شحال من سياره خاصه تخربات. واش شي واحد فيكم سمع لي ستاتيستيك من غير شنو سمعت من عند ياسين انا قبيله ديال شحال من واحد تعتقل في المغرب؟ علاش ما كنهضروش على الجهه الاخرى؟ ما كاين بلاش نكمل لك، ما كاينش عدد ديال المعتقلين، ما كانش العدد ديال لي بليسي في صفوف ديال الناس اللي كانوا واقفين تيعبروا على المسائل ديالهم، ما كانش عدد ديال زعما ستاتيستيك على عدد الوفيات ولا شحال من واحد تقطعت ليه رجليه ولا في حاله خطيره ولا كذا. تنهضروا على هذه الجهه، قالوا تخرب قدا وكدا.
شحال من سياره، شحال من ما هضر حتى شي واحد على هذيك الجهه الاخرى. وباش نجاوبك على هذه القضيه سي بوين تري امبورطون. كما كاين واحد الناس كنسميهم واحد الفئه منسوبه، النهار اللي كيكون الشغب في الملاعب ديال الفرق الكبار في المغرب تيقول لك راه الجمهور ديال كذا دار المشكل، الوغ كو ماشي هما. كتلقى واحد الناس استغلوا ديك الفرصه وداروا هذاك الشغب. هذا الشيء اللي واقع دابا، كاين مينوريتي محسوبه على الموفمون. كاين واحد الناس اللي كيستغلوا الفرصه ديال كاين الغفله، كيستغلوا الفرصه ديال ان الاوضاع انستابل. الانستابيليتي منين جات؟ من هذاك العنف اللي داروه اللي دارته السلطه، حيت بنادم واقف قضيه سلميه راه واحد غادي ينوض يدير شي حاجه كيبان. ولكن ملي كاين الروينه وانت كتبع بنادم زرواطه وتيجري وبنادم مخلوع وهذا كتنوض واحد الفوضى، فهذيك الفوضى كيستغلها واحد يشفر يهرس انت ينهب. فكرتيني في واحد النقطه مهمه جدا، اسمح لي بسرعه زعما القضيه ديال البلاغ ديال الاغلبيه الحكوميه والكلمه ديال رئيس الحكومه والكلمات الاخرين ديال الناطق الرسمي باسم النيابه العامه الى اخره، كانت فيها واحد شي بثلاثه قالوا نفس الشيء في ملي جاو يهضروا على القوات العموميه. كلهم قالوا بالحرف نتمم التدخل ديال القوات العموميه، دون الاشاره كيف قال الاستاذ لا من قرب من بعيد الضحايا اللي وقعوا انذاك. يعني انت كتستفز، كتزيد تستفز الشباب. والكلمه الاخرى ديال الجمله هذوك اللي ضربوكم حنا نتمم العمل ديالهم وراضين عليه. وشنو هو الكلمه باش سالاو الخطابات ديالهم كاملين؟ سوف تكون عقوبات رادعه للناس اللي خربوا كذا وكذا. وعلاش ما قلتيش في هذا الصدد هضرتي على العقوبات اللي غادر؟ كاين واحد التصويره كدور في المنابر الاعلاميه دابا ديال شكون اللي كيحاسب البوليس وين يو كوميت ا كرايم. زعما شكون اللي غادي يحاسب وين بوليس كوميتس ذا كرايم؟ شكون هما هاد الناس اللي غيحاسبوهم؟ الاخرين تنقولوا لهم غتخرب اللي غادي يحصل دابا غيودي بهذا المعنى، وغادي يكونوا عقوبات رادعه لهذوك غيحسبوا. علاش ما تقولش هو غادي تكون عقوبات رادعه الا اللي شي بوليس يضرب شي واحد بدون حق؟ نعم. عندنا تجاوزات في السلطه وعندنا الشطط في استعمال السلطه وما عندناش اللي كيراقب السلطه. اصلا فكره انك تخرج، اسمح لي، اصلا فكره انك تخرج تدوي على حقك وتعنف راها ماشي منطقيه. كنعرفوا انه الشرطه ولا الامن في خدمه الشعب ماشي باش يسلخ الشعب. الاتهامات بالعمل الخارج ما هي إلا محاولة لتشويه خروج الجيل زاد. وفي هاد 20 عام الاخيره اللي شفنا الاحتجاجات اللي وقعت في المغرب نفس الاسطوانه المشروخه كتكرر. حقا هادو راه عندهم تمويلات خارجيه، حقا راه اطراف خارجيه تريد الفتنه في البلاد، حقا راه كذا، في حين انه شوف هذه نكته لا تحترم ذكاء المغاربه. هذه نكته، انت ما عندكش واحد الجواب سياسي فكتمشي اسهل طريق اللي هي الاتهام بالعماله باش تستعدي على البشر على المحتجين. وبالتالي خاص نفهموا راه داكشي اللي كان كينطالي على الجيل ديالي ولا الجيل اللي قبل مني ولا الجيل اللي قبل مني راه جيل زيد والله ما كينطالي عليه. والله ما يمكن تقولب دري عنده 17 18 20 25 23 عام، لانه السيد هذا الشيء ولا كيطرولي به هو اصلا. انت غتجي عنده واحد الساركازم عنده في الدم ديالو وتجي دير ليه ديك الكوميديا السوداء الفاشله ديالك تقول لي لا حكا هو تيشوف شباب بحال لابسين بنفس المستوى واكلين وشاربين بنفس المستوى خارجين وولد دربهم. دابا ملي غيخرج ياسين مع خو هذا ولا خوه هذا غيتهم خوه يقول ليه ترى اطراف خارجيه، راه عارف خوه با حدو حد كازا ما واش فهمتوني اش بغيت نقول؟ بمعنى واحد حتى الا بغيتو ديروا شي اتهام، هذه رساله نداء الاخوان اللي كيحرضوا على الناس اللي كيحتجوا. بغيتوا تتهموا مشيتوا هما على الاقل اتهموا بذكاء، شي حاجه اللي كتراعي الخصوصيات ديال هذا الجيل اللي عايش في الذكاء الصناعي، ماشي تجيبوا ليه نكته من الثمانينات هي كتعاود ومن التسعينات ومن القرن الماضي لا حكا راه اطراف خارجيه تساهم في اشعال الفتنه. وواحد شوف اللي كيشعل الفتنه هو ذاك السيد اللي ما دارش ليا سبيطار، اللي كيشعل الفتنه هي السلطه اللي ما دارش ليا تعليم، كون دارت ليا تعليم مزيان وجات لي فرص الشغل والقرايه وكل شيء مزيان ومدخول جيد واكل جيد الى اخره، راه ما غنخرج ديك الساعه واخا تجي هاد الاطراف الخارجيه كامله تقول لي خرج ما غنخرجش حيت انا موفر ليا الحقوق ديالي. ولكن والحال انه انا اعاني من جميع الجوانب، لا ما عانيتش من الصحه غنعاني من التعليم، لا عانيت من التعليم غنعاني من العداله. هذا المطلب راه بغيت نقولها كذلك ونختم بها المداخله وسمحوا لي طولت. راه غاده المطالب وتنتقل من ما هو اجتماعي لما هو سياسي. راه ملي غادي الشباب غيوعاو بانه راه المشكل
ماشي فقط في الخصاص الاجتماعي، راه غيفهم بانه راه ومني غينتقل لهذا الموضوع، ملي غينتقل ما هو سياسي، هذيك الساعه غتطور الامور الى ما لا يحمد عقباه. وخليو الشباب ما حدهم دابا كيطالبوا بالتعليم والصحه، ولا غيخرجوا لكم من هذه المطالب وغيمشيو مطالب اللي تمس جذر الشر، وحينئذ هادشي اللي قلنا في الاول. شنو قلنا راه يحمد الله بان المطالب اللي خرجوا بها هاد الناس جوج ديال المطالب اللي هما اساسيين. قلت لك راه ما هضروش على الشغل، راه قلت لك كون هضروا على الشغل مشكله طامه كبرى في هذه البلاد. واش دابا واحد ما خدامش وغادي تقول بان انت خرج يهضر على الشغل ولا خرج يهضر على الصحه ولا على التعليم، ممول من جهات خارجيه اللي باغا دير الفتنه في البلاد؟ وبغيت نمرر نحيدوا واحد المغالطه اللي انا شفت بعض الناس تيهضروا هادو النت اللي كيقول لك بان مموله من طرف خارجي. قال لك استفدوا من هذه الحقبه اللي فيها المغرب عنده الكوب دافريك قربات والكوب دي موند باش يخسروا ليماج ويشوهوا ليماج ديال المغرب على برا. اسمح لي راه ما يمكنش انايا شنو زعما خليت انايا باقا راه الكونط غوبوغ راه كاين، خليت تبقى 80 يوم زعما لا كان عاد هضرت. كون كنت باغي فريمون نخسر التنظيم ديال المغرب ديال كاس افريقيا غنديرها في الافتتاح، غنديرها فهمتي. انا ما كنقولش للناس شنو يديروا، حيت الانسان يكون يرد البال. جات في واحد الظرفيه كون جات قبل من لاكان ب4 سنين غادي يسبيو عاوتاني حتى في لاكان يقول لك لا حيت المغرب حاط الدوسي باش انه يدوز. شي الا كانت الاطراف الخارجيه باغانا نصلحوا التعليم وباغانا نصلحوا الصحه، والله الا خاصها تجي نصوتوا عليها في الانتخابات. لا تبارك الله على الاطراف الخارجيه اللي بغينا المصلحه ديالنا. لا ولكن كنهضروا على اطراف خارجيه فاش كنقولوا انه ما كاينش مشكل، تخلق مشكل من العدم، ولكن هذا مشكل منذ قرون. التعليم والصحه هذا واقع عشنا فيه حنايا وعاشوا فيه اجيال قبل منا واجيال قبل منا. غير الفكره ديال انه جيل عنده الوعي الكافي باش انه يخرج يدافع على حقه ما كيعنيش انه نسبيو فيه راه عنده عماله خارجيه. كيفاش عماله خارجيه؟ راه كون كانت عنده الصحه والتعليم، اسمح لي، كون كان عنده الصحه والتعليم ما كانش غيخرج اصلا، ما كانش غيحتاج انه يحتاج ولا حتى يدوي في الشارع العام. الشباب فقدوا الثقة في الحوار مع السياسيين. كنهضروا على حوار مع الدوله في حالة ما استجابت مثلا الحكومة في النهار الأول، في النهار الثاني، في النهار الثالث، النهار السادس، فاش كيجي رئيس الحكومة كيهضر على كيجاوب على المطالب ديال واحد الشباب خارجين كيهضروا على الحقوق ديالهم، كيتمن المجهود ديال الأمن واحد، كيهضر على أنه كيحافظوا ولا كيحافظوا على الحريات الفردية والأمن والأمان. كيفاش؟ واش كنهضروا على نفس الامن والامان ولا نفس الحريات الفرديه ديال انه تخلي واحد المواطن مغربي يحتج بشكل سلمي؟ الشباب تعرضوا للعنف ولكن ما جاوبوش عليه. كنهضروا ديما على لا جينيراسيون زد وكنهضروا ديما على الاصل ديال الشباب اللي بقاو سلميين، ما كنهضروش على المظاهر الشاذه ولا لا مينوريتي. كنهضروا على حوار مع الحكومه ولا مع الدوله في حالات ما يكون اجراء ديال هذوك الوعود. كيف ما قال الاخ قبيلات واحد ديدلاين، انا غندير هذا الاجراء، غندير هذا الاصلاح في هذه المده، غنصوب هذه المدارس ولا غنقاد هذه المدارس في هذه المده، غنوظف اطر طبيه كافيين للعدد ديال المواطنين اللي محتاجين الرعايه الطبيه في هذه المده. ما كنهضروش على برنامج انتخابي فضفاض كيعطينا ارقام في الهواء، امتى كيفاش شنو هما الخطوات اللي غيداروا. هاد الوقيته ممكن اننا نهضروا على حوار مع الدوله وحوار مع الحكومه، اما في ديك ديال جمعني وطويني بالهضره ما كنظنش انها علاش هاد الجينيراسيون بالضبط ما بقاتش كتاكل مع لغه الخشب. ما كنقولش باننا حنايا كانوا تينفعوا معنا هادشي، ولكن في بعض الميادين كان داك غاد ندير غا كانت كدوز بعض المرات. دابا هاد الشعب وهاد الشباب خرج باش يقول هادشي ما بقاش خدام. وكما قلنا قبيله واحد النقطه كانت مهمه، كون خرج غير شي مسؤول، ملي كنقول خرج شي مسؤول يخرج مسؤول اللي مسؤول على هاد لا سيتواسيون. ماشي كاين مشكل وغادي نلصقوا لوزاره الشباب ونقولوا وزاره الشباب اللي خصها تهضر. لا، المطلب كان لوزاره الصحه لوزاره التعليم ووزاره الماليه، بحكم انها هي اللي خصها تمول هذه المشاريع. كان يخرج ناطق رسمي باسم الحكومه، واللي يخرج رئيس الحكومه
ولا يخرج وزير الصحه ولا يخرج وزير التعليم ولا وزير الماليه ولا يخرجوا كاملين ويقول لك حنايا المطالب ديالكم مشروعه. ما بغيتيش تقول مشروعه لان لاسباب سياسيه، قول حنا سمعناكم وحنا تنقولوا باننا عطيونا مهله. كاع تقدر تقول عطيونا مهله 48 ساعه لمناقشه كذا كذا ونخرجوا بواحد القضيه غادي تبان بانك درتي لي فور. ما كنقولش بان راه هذه القضيه غتقول عطيونا 48 ساعه الناس غيقول لك لا وكذا وكذا. هذا الشعب صبر مده سنين وسنين وما هضرش. 48 ساعه ما كانت غتبدل في الحال ديالو والو، ولكن كانت غتكون عندك واحد لا كريديبيليتي ديال تقول لهاد الناس انا سمعت لكم، خليونا نجمعوا الوزارات الوصيه ونخرجوا بواحد الحوار يكون بناء ونخرجوا بواحد النتيجه بناءه. ولكن غنعاود نقولها، تطبيق ديال هذاك الشيء اللي غيتقال في الحوار. اما تبقى دي وتجيب معايا في الهضره، نجلس معاك بالسوايع ودي وتجيب معايا في الهضره وتقول لي سوف نقوم بكذا وسوف نقوم بكذا، هادشي ما بقاش واكل لا معنا لا مع دوطخ جينيراسيون، وما عمرها من مورا هاد لا جينيراسيون هادي ما غادي تدوز هاد الهضره هادي. حنا الدوله كتهضر معاك تقول لك دير الالتزام، اي حاجه دير الالتزام دير الالتزام، وهذا ماشي التزام. الحزب كيلتزم قدام واحد لا بوبولاسيون، قدام الناس بانه غيدير كذا واصلاح في كذا واصلاح في كذا، غير هو تيخليها محلوله. ما تيقولش لك في شحال ديال المده كما قلتي، ما تيقولش لك في اين قطعه بالضبط وشنا هو غادي يقول لك اصلاح المنظومه الصحيه باش بالمرطوب. لا، شنو هو الاصلاح؟ شنو بالنسبه لك الاصلاح؟ مفهوم كبير تري جينيرال. اعطيني دي تروك ملموسين، واي واحد دار برنامج انتخابي ما احترمش فيه شي نقطه خصو يتحاسب. كتسمى كذبتي. وبلا ما نهضروا على تضارب المصالح، ما يمكنش تكون انت رئيس حكومه، نهضروا بالواقع، انت رئيس حكومه وفي العهد ديالك المازوط دار بحال هكا. شكون اللي شاد الشركه ديال المحروقات كامله في المغرب؟ شادها نتايا. وغتقول لي بان ما كاينش تضارب المصالح؟ غتقول لي كانوا واحد الوقت كيبرروا تيقول لك لو باغيل طلع في السوق هذا الدوليه، وملي نزل في السوق الدوليه انت تو مانتوني. راه ما يمكنش اصاحبي. اكثر من هذا المثال ديال تضارب المصالح راه ما كاينش. واحد هو اللي شاد الاغلبيه ديال لي بروجي في المغرب. خطاب ملكي خرج قال فيه سيدنا بانه المغرب غادي بجوج ديال لي فيتيس. كاين واحد الناس اللي غاديين لقدام تيمشيو في واحد البناء ديال التطور مزيان، كوب دافريك كوب دو موند كذا، الناس كتغتاني وكذا. كاين واحد الفئه اخرى اللي غاده في اتجاه الاخر، غاده للفقر والتهميش، وغاده ما يمكنش نمشيو بمغرب فيه جوج ديال السرعات. خاصنا نواكبوا كل شيء. التطور ما يكونش غير في المجال الرياضي ونوليو حنا الفرق ديالنا ديال الكره واعرين في كل شيء، هادشي مزيان وتيفرح البلاد ديالنا، ولكن نكونوا واعرين حتى في التعليم، نكونوا واعرين حتى في الصحه. انا غادي نسالي بهذه النقطه لان هذا الشيء ما خصوش يكون. بركه من تضارب المصالح، بركه من واحد يشد البوست ديالو، بركه من الاحتكار لي بوست من الناس اللي هما توجور لي ميم. باش نرجع للنقطه ديال ياسين، خاص التشبيب ديال الوزارات ويكونوا دي جون يهضروا بوغ لي جون. القوه الضاربه ديال المغرب اليوم هو عنده نسبه ديال الشباب اللي هي كبيره. هاد الشباب خاصهم يمثلوه شباب. وحاجه الاخرى نقول من هذا المنبر، كنتمنى ان الناس المسؤولين يشوفوا هادشي اللي تنقولوا حنايا. كنمثلوا واحد الفئه صغيره ولكن كلنا من مختلف المجالات، والله يحد الباس اعطيو للناس المطالب ديالهم، ولا او موان ديو معاهم مزيان، او موان عطيوهم شي حاجه باش ما تخليوش انها يكون انفجار وفري كلشي. كنتي قلتي واحد النقطه قبيله ديال الحكومه ما استجابتش. بالعكس الحكومه استجابت، ولكن امتى؟ مظاهرات 27 اليوم اللي كنصوروا فيه الفيديوهات يلا داروا اجتماع وكذا. دونك بحال البطء ديال الحكومه في واحد العصر ديال السرعه. ساهنوا الشباب غادي بواحد فوا 2، هما غادي ب 0.5. دونك ولا ما عرفتش واقيلا الحكومه واقيلا كانت كتسنى الشباب غير عيا، وقيلا نهار واحد المظاهره صافي غير عيا، ولا ما عرفت شنو كانوا كيتسناو. حتى ولينا كنشوفوا دابا ولا القرطاس ولا كذا، وهذا الشيء فين تفاقم زعما. رغم انه كانوا يخرجوا واقيلا في النهار الاول ويخرجوا اجتماع كذا، صافي فهمناكم الشباب، صافي جلسوا الارض كذا، كان واقيلا كلشي غادي يجلس، ما كناش غادي نشوفوا هذا الشيء هذا. ولكن داك التباطؤ ديال الحكومه هو اللي خلى هذه الاوضاع كتفاقم هكا. وكنشوفوا العنف، كنشوفوا راه ان الشيء اللي قال 27 28 خرجوا مظاهرات سلميه في المغرب كامل. ولكن دابا اش كنشوفوا 29 30 كذا، ولات هنا هذه البلاصه شعلت في العافيه، هذه البلاصه. دونك فهمتي هذا الشيء ما غنرجعوش ان الشباب وليد العنف، غنرجعوا انا الفشل ديال الحكومه في التسيير. نورمالمون كان خصهم اصلا تخرج النهار الاول ولا الثاني، حنا كاع تعطلنا الثالث صافي خاصها تخرج يحبس هذا الشيء هذا. شنو المستقبل ديال هذا الشيء هذا؟ المستقبل هو ان الحكومه خصها تغير كمنظومه كليه. راه دابا حنا كنشوفوا الاحزاب، واحد الحزب فاش كيشد واحد الفتره ديال الحكم
فاش كيدخل شنو كيبدا يقول؟ كيبدا يعلق على الفشل ديال الحزب اللي قبل منه، رغم انه خصنا اللعيبه تكون تنافس. فاش يجي هذا الحزب هذا يقول الحزب اللي قبل مني دار منظومه الصحه، حنا نديروا هذه ويكون تنافس وكذا ونشوف. لا، حنا كنشوفوا التنافس في الفشل ماشي في كذا. دونك خص يكون تصحيح ديال هاد النقاط هادو اللي هما نقاط مهمه. صحه وتعليم غيعطينا التشغيل، غيعطينا دونك ملي غتعطي لواحد الانسان واحد الصحه وغتعطيه التشغيل غادي يكون فهمتي اكتيف في المجتمع، غيعطيك هو واحد لا باز. دون فهمتي راه حنا كما كنقولوا دابا راه كاين عصر ديال الاي اي وكنشوفوا المدارس باقيين كيخدموا بالطباشير. كيفاش اللعيبه راه القرار ديال لونجلي باقا في انجليا ما غاديش المانيا التواكب، باقي في الدي في دي والسي دي. وحنا دابا كان على اهبه ديال تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم، ومع من داخلين في كاس العالم اسبانيا والبرتغال، اجي نشوفوا التعليم ديال ديك الدول نقارنوا بينا حنايا، اجي نشوفوا الصحه ونقارنوا بينا حنايا، نلقاو واحد لا ديفيرونس كبيره. دونك فهمتي كنقول لك ما نتعلقوش فين نتفلقوا، نشدوا في كاس العالم باش نبانوا حتى حنا راه واحد الدوله متقدمه كذا، رغم اننا حنا راه باقيين معطلين بزاف. انا راه شاب راه غيفهمني غير شاب، رغم ما حنا نفس الجينيراسيون. فاش كنقول ما كنقولش غير جيل زاد، راه من 1980 حتى ل 2025 كنقولوا حنا شاب غيحكمني غيفهمني شنو باغي. هما باقيين غاديين بواحد العقليه ديال دوك الناس القدام، فهمتي، ما فاهمينش الشباب شنو باغي، رغم انه رغم انهم راه كنشوفوا انهم كيحاولوا ولكن ما كيقدروش. علاش؟ حيت راه ما كنفكروش نفس التفكير. حنا راه صافي كما قال قبيله حمزه، راه حنا راه هذاك الشيء اللي كتعطينا حنا راه ورينا كنديروا به الساركازم. هذاك الشيء اللي كتقولوا نتوما في الحكومه نورمالمون داك الشيء خص تقولوا نتوما في الحكومه خص ياثر فينا حنا ونقولوا الحكومه حنا كنديروا به الساركازم. حنا كنشوفوا كاع داك الشيء الاوضاع فين تفاقمات دابا وباقي داك الشيء ساركازم. دونك راه واش هذا الجيل دابا دخلناك بالله يفهم لك بالعنف، هو دابا شحال النهار السادس ولا السابع وانت كتضرب فيه ومازال خارج. شوف كاين الحوار، حنا كنفهموا بالحوار، كنفهموا بالتواصل. راه كاين دابا لي ريزو سوسيو، خدموا على لي ريزو سوسيو. فوالا هادشي اللي غنقول، نخلي الدراري وفري كلشي فري انس. هذه كيفاش غتثق في حكومه اللي خاسره مليارات ديال الدراهم على وديت القفف ودق وشد 200 درهم صوت عليا هذه، لا اجي نتايا والبلباله والوسخ في الطريق. حكومه اللي باديه بالفساد من الاول، اصلا تتوسخ في الطريق بالشعارات وفهمتي بالفلاير وكتلوح في الطريق. كيفاش غدير تثق في هذه الحكومه هذه؟ كيفاش غدير تثق فيها؟ غير بيني وبينكم محتاجين الحكومه اللي كتعرف تحاور بعيدا عن لغه الخشب وكذلك ولان هاد الشباب هادو باغينك تجيهم فاس. جيني فاس، قول لي شنو غادي دير، فهمتيني؟ عطيني شنو غدير، عطيني بلون مقاد، قول لي شنو غادي دير. ما تقع عليا بلغه الخشب ما كنفهموش حنا داكشي. وما انه مساء وما عتيقه لا ومن فتئه وما عتيقه. هو كيهضر وناعس في البرلمان. كيفاش بغيتي نتفاهم معاك؟ ما غاديش نتفاهم معاك. حنا كنت سمعت واحد لا بروبوزيسيون مؤخرا، وهذا كنوجه رساله للشباب اللي ديروا شي حزب ديال الشباب. راه انا متاكد مليار في المية ان كلشي غيصوت على حزب الشباب اللي يكونوا فيه شباب مثقفين واعيين وعارفين، فهمتي، الواعيين بالمسؤوليه وعارفين حنا شنو باغيين، فين بغينا نوصلوا، فهمتي. شباب اللي غيساهموا في التطور ديال التعليم والتطور ديال الصحه والتطور ديال هذا وهذا وهذا، اللي هذا الشيء غيخلق مناصب شغل وغادي نزيدوا بالبلاد القدام. ما بغيناش حنا اقاله، بغينا المحاسبه قبل من الاقاله، بغينا المحاسبه قبل من الانتخابات الجايه باش نعرفوا شكون اللي معنا واللي ضدنا. حنا محتاجين ربط المسؤوليه بالمحاسبه باش نعرفوا راسنا فين غاديين، باش نعرفوا بلي راه تسمع الصوت ديالنا ملي خرجنا. الشباب اللي خارجين ما كيتسناوش حوار. اش تحاورني انايا؟ انت راه عارف اللي خاصو يتصلح، صلح اللي خاصو يتصلح. الشباب كينتظروا اجراءات حقيقيه، واجراءات من اجراءات ماشي من نفس الوجوه. الشباب راه صافي من الوجوه القائمه. ما يمكنش تصلح الخطا بشي واحد فايت ليه دار خطا نفسه. الور خاصك تجيب لي يعني وجوه جديده، نخبه وطنيه حقيقيه عندها غير على الوطن. الهم الاول ديالها هو هم وطني، ماشي هم مصلحي، ماشي هم ذاتي، ماشي انا غناخذ المسؤوليه باش نعمر جيوبي. انا عندي هم وطني. هذه النخبه الوطنيه كاينه، غير ما تعطاتهاش فرصه الان. نفتحوا واحد الحوار وطني، حوار مؤسساتي، مناظره وطنيه، شي حاجه اجرائيه. هادو اللي كاينين دابا يمشيو في حالتهم، هادو اللي كاينين الان يمشيو في حالتهم مع المحاسبه ديالهم، يتحاسبوا بيان سور وكل شيء، ولكن يمشيو في حالتهم. ما يمكنش منك المشكل وانت اللي غدير لنا الحل. ما يمكنش انت الخصم والحكم، راه ما يمكنش. ما يمكنش. الور انا كنشوف بانه الشباب ما كينتظروش حوار، كينتظروا اجراءات ملموسه حقيقيه. لان الحوار كنشوفوا 7000 حوار كيدار دائما وكذا، غير من اجل الاستيعاب ومن بعد ضمسوا القضيه. المستقبل ديال الاحتجاجات في اعتقادي بانه رهين بالمستقبل ديال التدخل ديال السلطه.
السلطه اذا يعني كانت رشيده في التدخل ديالها، الاحتجاجات غتمشي في واحد الاطار سلمي. السلطه اللي استخدمت القوه في التفريق، الاحتجاجات غتكون فيها انفلاتات. كنجدوا الرفض ديالنا للعنف من الطرفين، من السلطه اللي هو العنف الاصلي، ومن هذوك الحالات، ماشي الشباب كاملين، هذوك الحالات الفرديه اللي داروا ردة فعل متجاوزه وغير متناسبه. خاص يكون الاطراف كامله قابله انها تكون على نضج كبير باش تستوعب المرحله، لان حنا في واحد المرحله مفصليه خطيره، ما كنعرفوش التطورات المآلات ديال الشارع، ما يمكنش تنبأ فين غيتطور هذا الاحتجاج. لذلك التعامل بالحكمه وبالرشد وبالرزانه هو اللي خاصو يكون. الشباب راهم متمسكين بالشارع حتى تحقيق المطالب ديالهم، كيبان هذا الشيء في النقاشات ديالهم داخل ديسكورد وفي مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى انهم يتشبتوا في اطار السلمي كيف ما اعلنوا عليه النهار الاول، ونتمنى من السلطه انها تستجب. وملي كنقول السلطه انا اقصد السلطه، ما كنقصدش الفاعل الحكومي. الفاعل الحكومي يعرفوه الشباب بان في يدوش السلطه، ما في يدوش اصلا السلطه في خارج الاختصاص الحكومي للاسف، لاننا في دوله غير ديمقراطيه. حنا بغينا الديمقراطيه، بغينا التوزيع العادل للثروه، بغينا العداله الاجتماعيه، بغينا الحريه، بغينا الشغل، بغينا التكوين، بغينا التعليم، بغينا الصحه الى اخره، بغينا القضاء مستقل. هذو مطالب مشروعه ومن حق الشباب انهم يطالبوا بها. بالعكس الشباب اليوم فاجئونا باننا كنا كنحكموا عليهم احكام خاطئه ديال انهم باقيين صغار، غير ديال اللعب الى اخره. اليوم الشباب تيقولوا بانه راه عندنا ما نقولوا، الشباب الان تيقول لك انا عندي ما نقول، وفعلا عنده ما يقول. وانا شفت هذا الشيء، انا خرجت للمظاهرات وشفت قمه ديال الوعي، وفوجئت وليت تنقول لي من الجيل اللي قلتها لك استاذ قبيله، قلت لهم حنا الجيل ديال الثلاثينات صافي ما فشلنا، خلي هذا الجيل، هذا الجيل الحقيقي فعلا، جيل اللي خرج بكل جرأة تحت ما مشى حتى تنظيم سياسي حتى نقابه، خرج بوحده. هذا راه واعي، ما قال حتى شي واحد يدوي بسميتو. صحيح، هذا وعي، هذا وعي كبير، الشباب هذا وعي كبير. غيور على المغرب وفيه حتى مغربيت اللي كلشي محتاجها، وهذا الشباب هو اللي بغينا يكون. صح. وباش نختم كيف ختمتوا كاملين، الحريه لجميع المعتقلين بطبيعه الحال، لانه لا يعقل يبات شي واحد اليوم في الحريه في الاعتقال. الحريه الانس، الحريه المحسن، الحريه لجميع المعتقلين اللي ما ذكرت سمياتهم، الحريه العماد، الحريه كاع الدراري اللي مشدودين، فري كلشي، تشدوهم ظلم، طبقوا عليهم فصل 591 بدون اثبات، كاين دلائل البراءه ديالهم ومشدودين دابا في ايداع في عكاشه. الحريه لهاد الشباب هادو، الحريه لهاد الدراري هادو اللي مشاو مظلومين، طالبوا بصحه وتعليم وراهم دابا في عكاشه. الصحه والتعليم راه ماشي مطلب اللي خصو يزعزع الامن ويزعزع السلطات. الصحه والتعليم مطلب شرعي لاي واحد، اي كائن بشري كيتنفس على وجه الكره الارضيه. داكشي اش كاين، حريه للجميع. كنتمنى منكم تضامنوا معاهم ان شاء الله حتى يبان الحق ويخرجوا كاملين. برافو.